الفيلم كيبدا بربعه البنات كيستمتعوا بالرياضه ديال الغطس في البحر. اما ليزا ونيك فراهم خواتات باين عليهم عاجبهم الحال حقاش الماء كان صافي اما الجو كان زوين. حتى تخرج جودي وقالت لهم بانها صيدت واحد الحوته، حتى عطلع الاخت وحتى هي غتقول لهم صيدت واحد الحوته اللي كبر من ديال جودي. بقاو فرحانين وكيستمتعوا بالوقت ديالهم وهما ياخذوا واحد التصاور باش يبقاو يتفكروا بها هاد الذكريات هادو. وفاش كانوا خارجين من البحر نيك شكرت الاخت ديالها كاسي وقالت لها شكرا بزاف حقاش جبتيني معاك ندوز هاد المرحله هادي، وهي تشوفها مضروبه لايدها قالت لها مالك في ايدك. اما الاخت ديالها ما جاوباتهاش وهما بالكين كيهضروا حتى غادي يبان الزوج ديالها وهي تقول ليه علاش جيتي عندي؟ قال لها جيت باش نرجعك معايا للدار. باين عليهم مخاصمين ولكن ما بغاش تبين لصحاباتها انها مخاصمه مع راجلها. مشات معاه في الطوموبيل. اما الاخت ديالها مشات غير بوحدها ولكن اختها قد عارفه ان كاينه شي حاجه وما بغاش تقولها ليها. صونات ليها لقات التليفون ديالها طافي. اما من وصلت للدار تلاقات مع الاخت ديالها الصغيره ولكن الاخت ديالها الصغيره ما عجبهاش الحال لقات نيك كتبقى تحكم فيها وقالت لها ما تبقايش تحكمي فيا انا راني دريه كبيره وعارفه اشنو كندير. هي باقا داويه معاها غادي يجيها واحد الميساج مع الاخت ديالها قالت لها عافاك عاونيني وجي عندي للدار دابا. نيك تخلعت هزات الطوموبيل ومشات عندها للدار. فاش دخلت للدار لقات الزوج ديالها فيه واحد ضربات في وجهه. هنا عرفاتهم بانهم كانوا خاصمين وتضارب وهي تسول قالت لي فين هي الاخت ديالي وهو يجاوبها قال لها انا ما كنتش باغي ندير هذا الشيء ولكن اختك اللي بغات هذا الصداع. نيك بدات كتقلب على اختها في الدار وهي تدخل للدوش لقاتها ميته. هنا عرفنا بان الزوج ديالها قتلها. هذا الحدث هذا داز عليه 9 شهور. نيك رجعت للبلده ديالها وهي تلاقى مع اختها وتلاقات حتى مع الاصدقاء ديالها وهو يقول لها علاش غبرتي وراه حنا توحشتناك بزاف وبهذه المناسبه هذه غادي نخرجوا باش نديروا الغطس ديالنا والهوايه ديالنا منها نستمتعوا بالحياه ومنها تخرجي من هذا الاكتئاب اللي فيك وكذلك نخليوها ذكرى للاخت ديالك اللي ماتت. وافقات نيك وقالت لهم غادي ندي معايا حتى الاخت ديالي الصغيره. قالوا ليها ماشي مشكل. مشاو رايحين حتى البحر كيستمتعوا باللحظات بين ما وصل الغدا باش يمشيو للرحله ديالهم. الغد في الصباح كل فتاه ركبت على القارب ديالها ودخلوا للبحر باش يوصلوا لواحد المنطقه معينه وديك الساعه يديروا الغطس ديالهم. منين وصلوا لواحد المكان كل واحد لبس اللباس ديالو وبداو في الغطس ديالهم. واحد شويه الاخت ديال نيك حسات بان القرش اولا شي سمكه كبيره قريبه ليها. حاولت تقول لهم هذا الشيء ولكن حتى واحد ما خد الامر بجديه. قال لها صافي ما كاين حتى شي حاجه غير خلينا نكملوا الغطس ديالنا. نيك هزت واحد المنظار باش تبدا تقلب واش كاين بصح القرش اولا لا. بانوا لها واحد جوج دراري صغار كاين حتى هما في هذا الشاطئ هذا وهي تناقش جودي قالت لها بصح راه كاين الاسماك ديال القرش هنايا ولكن راه 95 فيهم كاع ما كيأذيو الناس وكاع ما كيعضوه. واحد شويه اني وليزا شافوا القرش وهما يقلبوا على جودي صاحبتهم كانت غاطسه في البحر وهي تخرج وقالت لهم بانها صيدت واحد الحوته ولكن هما كانوا كيعيطوا ليها وكيقولوا لها عندك اللي ياكلوك القرش. جودي لبسات النظارات ديالها وغطسات باش تقلب على القرش. بقات كتقلب ما بان لها حتى شي حاجه وهي تمشي عندهم قالت لهم شوفوا راه ما كاين لا قرش لا والو غير خلينا نستمتعوا بالحياه ونعيشوا الاجواء ديال الغطس ديالنا. واحد شويه الاخت ديال نيك الصغيره كانت راكبه فوق القارب ديالها وكتجدف حتى غادي يبان ليها القرش. هنا فين قالوا ليها الدريات كاملين حاولي ما توتريش وما تخلعيش وعومي غير بشويه حتى نخرجوا من هذا الشيء. حاولت تضبط راسها وتعوم غير بشويه. واحد شويه عاد طيح من هذاك العصا اللي كتجدف به. مني خالت العصا رجعت كتجدف. من رجعت كتجدف بالزربه القرش عاق بها هو يعضها. هنا بدات كتغوت. اختها قالت ليها عومي غير بشويه راه ما عنديش كيفاش نرجع لك حقاش حنا بعدنا عليك بزاف. ختنيك طاحت في البحر وفاش رجعت للقارب لقاتو مقلوب. بقات خايفه ولكن كتحاول تطلع فوق القارب ديالها ولكن الصديقه ديالهم الاخرى اللي سميتها اني هجم عليها القرش وخد المركب ديالها. هنا بداو خايفين كاملين. جوديا ونيك بغاو يرجعوا عند اني صاحبتهم باش ينقذوها ولكن للاسف ما رجعوش نقذوها حقاش سمكات القرش عضات ليزا ودخلتها المحيط ديال البحر. هنا البنات كاملين بداو كيغوتوا وكيخافوا. اما جودي ما تقبلاش الوضع بدات كتغوت على الصديقه ديالها بالجهد بواحد العصبيه والانهيار. تمكنات نيك باش توصل عند اختها وتاخذها معاها في القارب. هنا فين غادي نشوفوا بان دوك الوليدات الصغار اللي كانوا كيعوموا في الجزيره قرب لهم القرش. الام ديال الدريات الصغار بدات كتعيط ليهم. دريه وحده خرجت من البحر والقرش كاع ما قاسها. اما الثانيه كانت باقا بعيده كتقول لها الام ديالها عومي باش تخرجي من البحر. بقات كتحاول حتى جا القرش وعضها من رجليها ولكن اني وجوديا نقدوا الدريه الصغيره ولقاوها مضروبه غير في رجلها. تمكنوا باش يوصلوها عند الام ديالها ورجعوا عند الاخت ديال نيك. لحسن الحظ ديالهم كاملين خرجوا للشاطئ. هما يسولوا الام ديال الدريات الصغار قال لها واش كاين شي مستشفى قريب لهنايا؟ قالت لهم ولكن كاين في واحد الجزيره خاصكم ضروري تاخذوا واحد القارب باش تمشيو ليه. هنا الدريات خدوا واحد القرار بانهم غيركبوا على القارب ويمشيو للجزيره واخا كاين القرش غادي يحاولوا ما يديروا حتى شي حاجه باش القرش ما يشوفهمش ويجي يهجم عليهم. داو معاهم واحد الشبكه وواحد السكين باش الا هجم عليهم القرش اما يقتلوه يا اما يشدوه بديك الشبكه. ركبوا في القارب ودخلوا للبحر ولكن لسوء الحظ ديالهم الموتور ديال القارب ما بقاش باغي يخدم. بقات كطايف معاه جوليا والو ما بقاش. هنا فين بداو كيتخاصمت نيك والاخت ديالها قالت لها بانك انت ما كتقدريش تواجهي المواقف والمشاكل ديالك. انا نيك طلع ليها الدم بزاف قالت لها علاش؟ هادشي
هادشي بان ليا غير من المود الاخت ديالنا. فاش اختي ماتت نهار الغد نتيا سافرتي للهند ومشيتي تكمل الخدمه ديالك وخليتيني انا بوحدي مع الجنازه ومع الصحافه وكنواجه المود الاخت ديالي بوحدي. هناني قالت ليها انت شفتي غير هادشي، اما انا كنت كندوز من واحد المرحله ديال الاكتئاب اللي ما تقبلتش بان اختي ماتت. ولكن جوديا قالت لي شوفوا ما كاينلاش تخاصموا دابا، حنا عندنا واحد مهمه، اما نقتلوا القرش يا اما خاصنا نوصلوا للمستشفى اللي كاين في الجزيره. اما القارب اللي باركين فيه كان فيه واحد الثقب، وهاد الثقب هذا كيطلع الماء. الاخت ديالني هزات واحد السطل وبدات كتخوي في داك الماء. واحد اللحظه القرش غادي يهزم على القارب وغادي يقلبهم كاملين. انا تخلعت ان اختها كانت بعيده عليها وكاينه غير في الماء وخافت القرش يجي يعضها، وهذاك الشيء اللي وقع القرش جا عضها. حتى لواحد اللحظه غتبان لهم طلعات من الماء وهما يمشيو عندها كيحسبوها معضوضه او لا مقتوله. فاش طلعوها فوق القارب لقاوها القرش عضها، ولكن لحسن الحظ ديالها عضها غير فوق داك الجيلي ديال الحمايه. هادشي هو اللي خلى السنان ديال القرش ما يوصلش ليها الكرش ديالها. هنا فين طاحت عليهم واحد الفكره انهم خاصهم يقتلوا القرش. داروا ليه الصناره في القارب، حقاش القرش فاش غادي يعض ديك الصناره غادي يوحل تماك والقارب غادي يخليه يغرق. بقاو كيتسناو باش القرش يجي ياكل داكشي. القرش فعلا جا وكل داكشي ولكن ما غرقش، تفك من القارب وجا عاوتاني هجم عليهم. انني قالت لهم شوفوا عندي واحد الشبكه غادي نلوحها عليه، ومن نلوحوا عليه الشبكه غادي نقتلوه بالموس. داكشي اللي وقع، شدوا الشبكه ولاحوا عليه، ولكن جودي زلقات من القارب وتخشات معاه في الشبكه. انانيك واجهات الامر الواقع، قالت انا غادي ننزل الماء وغادي نجبد الموس وغادي نقتلو. نزلت نيك للبحر، ومني كانت نازله حقاش هي كانت متوتره طاح منها السكين، تمكناش باش تاخذ السكين وهي تضرب القرش في كرشو قتلاته. ومني قتلوا القرش فرحوا كاملين، رجعوا للجزيره ديالهم وداز مده 6 شهور وهما يرجعوا عاوتاني نفس الجزيره باش يمشيو للبلاصه فين كانت الاخت ديالهم والصديقه ديالهم اللي ماتوا. كيجيو يزوروها وتفكروا الذكريات ديالهم. وفي هذه اللحظه هذه غادي تعيط لهم الدريه الصغيره اللي كان عاضه القرش، وقالت لهم بانها راه تشافات ولاو كيسميوها الدريه ديال المدرسه ابنه القرش بسبب دوك العضه اللي كاينه في رجليها. لحد هنا ساهل الفيلم. الا عجبك الملخص خلي معك واحد الكومونتير يكون زوين بحالك، وما تنساش الاشتراك في القناه. كل نهار كيتلاح فيلم مع الساعه 9.